السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. انا اول حاجه كده كنت هعمل كنت جايبه الستيم الكورن فليكس الصغير ده، لانه كنت جايبه له كذا مره الكبير. وكنت ما كانش بياكله. مرات بيعت مش عشان اي حاجه، مرات بيعت عشان الكهرباء قطعه. الجو حر جدا جدا جدا، الجو صعب قوي وحوار الكهرباء ده اصعب. المهم قلت اعمل له كده حبه، هشوف الاول لو اكل منه هجيب له تاني. فالمهم عملته له واكله اول مره، وتاني مره جبته له ما اكلهوش، بس تاني مره برضه جبت علبه صغيره. فاللي انا حسبته بيطلع صح، لان سليم عندي من النوعيه اللي هو على حسب مزاجه شويه، يعني غير كده هو مش من النوعيه اللي ممكن يثبت على حاجه او كده. المهم وبقى عملت طبعا نسكافيه، وهنا دخلت على الانتريه هشيل بس المفارش دي، عشان انتوا عارفين زي ما بقولكوا اللون الابيض بتاع الترابيزه ده بيتوسخ بسرعه جدا جدا جدا. فقلت كده هديها زي تلميعه كده عشان تفضل نضيفة. يعني مكان طبعا تطبعت سليم مش عارفة ايه. انا عايزة اقولكم ان عند الحيطان سليم كتبلي عليها، فبشوف حل هشيلها ازاي، لان مش عارفة، لان هو كتبلي على حيطان تانية جديدة. مش عارفة. في سفنجة كده لونها ابيض، عايزة اجيبها ان شاء الله، بس لو حد جربها يقولي يعني فعلا بتشيل الحبر والحاجات دي ولا لا. المهم انا رجعت كل حاجة زي ما كانت، وهكنس كده الارض كنسة خفيفة. ده المعتاد يعني. مش دايما بصراحة بشغل المكنسة او كده، عشان لو مراد نايم سليم نايم مش هصحيهم كمان يعني. فقلت هكنس السجادة، بيبقى عليها فتافيت صغيرة سليم واكل حاجة او كده. فبصراحة يعني المقشة يعني بتقضي الغرض. وهبتدي بقى ارتب الانتريه، اظبطه يعني كده، لو عليه اي حاجة برضو بشيلها. ده المعتاد، ده اللي انا بعمله في يومي، يعني ده الطبيعي جدا، واللي اي حد اكيد يعني بيعمله. ده الحاجة اليومية يعني اللي لازم، بعيد عن اي حاجة، ده اساسي. بس برش معطر. طبعا انا ما برشش لو ولادي قاعدين في المكان، ليه؟ لان الطفل ممكن يبقى عنده حساسية اصلا، فممكن يتعب لا قدر الله منك، فخلي بالكم يعني الحتة دي. هنا بقى هعمل معاكم اكلة بالنسبة لي انا اقتصادية وحلوة جدا، والاطفال هيحبوها، لان اطفالنا بيحبوا الحاجات البسيطة. المهم هنا قطعت كمية بصل محترمة، عشان هاخد برضو منهم حبة. هفرزنهم، هحط يعني كيس بس كده هفرزنه، عشان اللي عندي كان باقي كيسين، فقلت احط كيس بالمرة. وان شاء الله فرزن زيادة. البصل ما بستغناش عنه بصراحة، والله يا جماعة. هو والطماطم نفعني جدا 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 الصلصة اللي انا عاملاها. هنا عملت كمية البصل زي ما انتوا شايفين، كمية محترمة. هقول لكم ليه دلوقتي. عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وهبتدي كده انزلها كلها. هاخد منها زي ما قلت لكم حبة، هشيلهم يعني افرزنهم كده. هكمل بقى. هنا عندي كيلو من الصدور الفراخ او البانيه، اللي يبقى متاح عندك اعمليه. هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد منك وقت خالص. عايزة اقول لكم هو الكيلو ده ما كانش ليا، كان لماما. آه يعني بتقطع كتير. انا كنت عامله قبلها ليا اصلا، بس انا قلت انزل الفيديو ده احسن، كان يعني ده احسن كتصوير من الاولاني. بتقطع كتير ما شاء الله جدا. يعني انت لو عملت نص كيلو، عايزه اقولك برضو هيعمل معاكي كميه حلوه جدا. يعني انا لما عملت ليا كان باقي عندي حبه من نص كيلو، مش يعني كنت واخده منه كام قطعه كده، مش فاكره كنت اعمل بيهم ايه، والباقيين عملت بيهم كفته فراخ خطيره خطيره خطيره. المهم هنا اخدت الفراخ افرمها واحط عليها النور كده. الحمد لله اخيرا. المهم حطيت الفراخ،
وحطيت عليها بعد كده الخضره، لان طبعا فرمه البصل، فهضربهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم، هنزل على البصل. وبعدين بقى هحط بعد ما انزل كل الكلام ده زي ما انتوا شايفين لازم تبقى مفرومه معاكم كويس جدا. بنفس الطريقه كده الفراخ، بس ما تحطوش خضره، وتعملوا بيها ناجتس لاطفالكم، وتعملوها في الاخر بالفيتار بعد ما تشكلوها، برضو هتبقى حلوه جدا جدا، واكلها اقتصاديه وهتقطع معاكم كتير، فهتبقى موفره. وحطيت معلقه بيكنج باودر. احط بقى التوابل بتاعتي. انا ما كانش عندي توابل كتير بصراحه، فحطيت اللي عندي. حطيت فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وسبع بهارات، وبصل بودر وتوم بودر. حتى البابريكا جيت احط لقيتها خلاص ما فيهاش اصلا. حطيت طبعا ملح. هنا جيت احط بابريكا بس لقيتها خلصانه، ان شاء الله هبقى اجيب، لان انا بصراحه بحبها في الاكل جدا. وحطيت كمان حبه صويا صوص بيديها طعم حلو قوي. وفرمت حبه فلفل حطيتهم عليها. ممكن انتي تستبعدي لو ما بتحبيش الفلفل او كده. بصوا بقى، هنا كنت المفروض هصبع الفراخ على السيخ، بس ما جاتش لان هي كانت لسه طريه، فما كانش هينفع خالص. فقلت خلاص اصبعها على ايدي عشان يعني اكسب وقت، واشيلها ما يبقاش ورايا حاجه يعني. فقلت يعني المره اصبعها، صبحتها عادي على ايدي خالص، ما فيش اي مشكله. انت ممكن تعمليها بقى بالاشكال اللي انت بتحبيها او اطفالك بيحبوها. يعني ممكن تعملي اي شكل على فكره، مش شرط كده. ممكن تعمليها دوائر، انا عملت حبه كرات كده. ممكن تعمليها اصلا كلها كده وهيكون احسن، يعني هيكون احسن ليكي وكده، ولو اطفالك يعني بيحبوا الاشكال دي. بس وهنا خلصت الكميه، وكمان فضل تاني كنت لسه هعملها، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بقى هو الفيديو كله عمايل. هنا كنت هعمل عيش تورتيلا، بس هعمله بالدقيق الاسمر مش بالدقيق الابيض، بدون اي مواد دهنيه ولا اي حاجه خالص. يعني لو انت بتحبي تاكلي اكل صحي، او مثلا عامله دايت او اي حاجه، ممكن تعمليه. انا بصراحه حبيت اجربه، كان عندي دقيق اسمر قلت هجربه لو طعمه حلو بس صحي مثلا ان احنا ناكل منه او كده. فالمهم هنا حطيت كوبايتين من الدقيق زي ما انتوا شايفين. واحط عليهم معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، وهحط معلقه يعني اقل من معلقه بصراحه سكر. ممكن تستبدليها بعسل، بس انا يعني لو هتستبدليها بعسل اسود ممكن تحطيها على الميه، يعني براحتك. وحطيت كمان معلقه ملح، وهضيف بقى الميه بتاعتي تكون سخنه مش بارده. وهبتدي بقى ان انا اعجن كل الكلام ده مع بعض. هقولكم في الاخر النتيجه طلعت عامله ازاي، عشان لو انتوا حابين تجربوها. على فكره انا قبل ده جربت كمان عيش التورتيلا السائل، وبصراحه ما عجبنيش، فبصراحه ما حبيتش انزله بصراحه. يعني انا حاجه ببقى مجرباها لو طلعت كويسه بنزل لكم عادي الفيديو، لو ما عجبتنيش لا ما بنزلش الفيديو خالص. وده احسن طبعا، لان مش هينفع يمكن انا مثلا عملت فيه. فبصراحه بختار ان اجرب الحاجه الاول. بعد ما عجنت العجينه سبتها 20 دقيقه ترتاح، طبعا ما فيهاش اي كاميرا ولا اي حاجه، بس سبتها 20 دقيقه ترتاح عشان تتفرد معايا كويس. انا بقى ابتدي اقطع العجينه لكرات صغيره زي ما انتم شايفين، على حسب الحجم اللي انت حابه ان انت تعمليه. وابتدي افرد فيها الاحسن ان انت تفرديها باللي هي النشابه اللي هي بتتمسك بالايد، لان هي مش بتفرد كويس بصراحه. بس لو عندك بايد انت بتفردي بيها. ولو انت بتحبي قوي شكل العيش مظبوط، ممكن تجيبي طبق وتحوشي الحواف بتاع الرغيف عشان يبقى معاكي كده يعني يكون شكله حلو. لو انت يعني بتحبي شوفوا بس تاني بتهتمي قوي شوفوا ده اللي بيعيط ولا ايه؟ هنا ببتدي افرده. عايزه اقول لكم يعني انا بقول لكم دلوقتي انا
بجرب الحاجه الاول، يعني انا اللي بجربها الاول، اشوف هل هتطلع حلوه ولا لا. لو ما طلعتش حلوه انا ما بنزلهاش نهائي مبدئيا، استحاله انزلها، ريحان. لان في ناس ممكن تاخد وصفه فعلا تروح تعملها، فحرام يعني احنا ما ينفعش. انا بصراحه جربت اللي هو التورتيلا السائل وما عجبنيش نهائي 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 بصراحه. هل انا اللي ممكن ابقى عامله فيه حاجه غلط؟ ممكن. هو فعلا مش حلو، ممكن. لا بصراحه مش عارفه. المهم هنا عملت العيش خبزته، عايزه اقول لكم طلع حلو جدا 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 وعجبني وطعمه حلو قوي. يعني انا بالنسبه لي عملت بعدها سندوتش كده، عملت معاه شاي، والله طلع خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. بس كده ده كان الفيديو بتاع